بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده اليوم اللي ما ينفعش يعدي رمضان من غير ما يتعمل. طبعا مش بقى هو ده بس، يعني هو بقى انا بس، يعني اكيد في رمضان كلنا بنعمل خير كتير كتير كتير، بس اليوم بتاع ابويا رحمة الله عليه، يا رب ربنا يرحمه ويغفر له، حماية وحماتي ربنا يرحمه ويغفر لهم. اليوم ده طبعا ما بيعديش في رمضان، يعني لازم اساسي. وفي بيبقى ايام جانبية ان شاء الله ربنا يقدرني بس ان انا اعرف اصور. انتوا عارفين وقت رمضان بيبقى ضيق جدا جدا، فما يعني بستسهل بصراحة، بكسل اشغل الكاميرا وكده، يعني يعني الاكل بيتعمل على طول وبيروح لاصحاب نصيبه يعني. فانا لحقت اصور لكم مقاطع كده، طبعا مش هينفع بقى اصور من بدايه الاكل وانا بعمله، الكلام ده كلنا عارفين الحاجات دي بتتعمل ازاي. انا وريتكم الفكره، وان شاء الله يا رب الفكره تبقى كويسه. وفي ناس كتير عملوا افكار كتير، انا نفسي بدخل اخد افكار وبنفذها. وربنا يجعله في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسناتهم يا رب، وربنا يرحمهم ويغفر لهم. انا كنت عامله رز بشعريه، كنت جايبه فراخ ومقطعاها على 4 تربع. وزي ما انتم شايفين رز بشعريه، وعملت بسله ماما اللي عاملاها، تسلم ايديها، كانت تحفه 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 بجد، نفسها حلو قوي قوي في الاكل. وعملت بسله بالبطاطس كده زي ما انتم شايفين، بطاطس مكعبات صغيره. وعملت شوربه لسان عصفور. وعملت شوربه لسان عصفور ومخلل بس. والاكل ده طبعا كله كان رايح لاصحاب نصيبه، يعني هو دون يعني بيبقى يوم للناس المعتكفين في المسجد. فانا حابين ان احنا بيبقى يعني اصحاب زوجي وكده، هو وناس كتير طبعا معتكفين ما نعرفهمش، يعني بيبقوا في المسجد، وطبعا بيبقوا منتظرين ان حد يبعت غدا او فطار قصدي او كده. فطبعا دي احسن يعني الصدقات واحسن الحاجات اللي ممكن تتعمل. انا كنت حاطه الطبيخ في علب كده لوحدها، والرز طبعا عشان مبيبقاش كله عك على بعضه، الرز لوحده عليه قطعة الفرخة والمعلقة، واللسان عصفور لوحده. هو قال لي احنا هناك هنفضيه في اطباق يعني. والطبيخ لكل طبق معاه علبة الطبيخ بتاعته. آم، كده رصينا الوجبات، وان شاء الله بألف هنا والف الف هنا على اللي اكل منها. وفعلا افكار جميله وسهله وبسيطه، وربنا ما يقطعها لنا عاده يا رب، ونفضل دايما نعمل الخير كده دايما على طول، ويقدر كل واحد في ايديه ان هو يعمل خير يعمله. في طبق رز كان فاضي، هو قال لي حطي لي طبق رز فاضي كده زياده، بحيث ان لو حد احتاج يعني رز اكمل. وطبيخ برضو في علبه كده لوحده، قال لي بحيث ان لو حد احتاج ان انا اكمل يعني يبقى ياخد منه. والاكل كان عجبهم جدا جدا. وان شاء الله يعني في حاجات تانية، بس ايه، لو عرفت اصورها لكم تمام، ما عرفتش ممكن اجيب لكم لقطات في الاخر زي كده بقى في تقفيل العلب والكلام ده. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. و... وادعوا بالرحمة لأبويا والحماية والحماتي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب، ويجعله في ميزان حسناتنا، ويجعله خير ليهم يا رب، وبالرحمة والمغفرة. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان.